كان بيحكم مصر سنة 1283 ميلادية السلطان المملوكي المنصور سيف الدين قلاوون. السلطان قلاوون وصل إلى مسامعه شكاوي عديدة وكتيرة جدا من إقليم البحيرة، وخاصة أهالي قرية الطيرية والقرى المحيطة بيها. وبمجرد معرفة السلطان بالمشكلة خرج هو وأولاده الأشرف خليل والصالح علي ووصلوا لإقليم البحيرة، وقرر إن هو يحفر خليج من مياه النيل توصل للمنطقة دي والأراضي وتشرب منها مباشرة. ومش كده وبس، ده السلطان عمل حاجة غريبة، ده نزل هو وأولاده معاه العساكر مع العمال يحفروا الخليج وخلصوه في 10 أيام. وقتها المصريين استغربوا من اللي حصل واستحسنوه جدا وشكروا السلطان عليه، لأن سلطان السلطنة المصرية ينزل بنفسه يحل المشكلة وكمان يحفر مع العمال. ده كان شيء جميل ورائع في الوقت ده، عشان كده فضل المصريين يحبوا